السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل أولياء الأمور اللي بيتابعونا على قناتنا، وأهلا بحبايبي طلاب سنة رابعة. احنا النهاردة هنشرح الدرس الرابع في منهج الدراسات. درسنا النهاردة جميل جدا، بيتكلم عن محافظات مصر. درس سهل قوي، يلا كله كده يركز معايا. محافظات مصر، احنا عندنا ما يجي يقولك مصر بتنقسم الى كام محافظة، هتقولي 27 محافظة. يبقى احنا كلنا عايشين في دولة مصر. الدولة دي منقسمة الى 27 محافظة، كل واحد بيعيش في محافظة مختلفة عن التاني. طب انا عايزة اعرف يا ميسي، يعني ايه بقى محافظة؟ محافظة دي مساحة من الأرض، يعني مساحة مصر دي، مصر مساحتها حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. المليون دول متقسمين إلى 27 محافظة، كل محافظة واخدة مساحة معينة من مساحة مصر. يبقى هي مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء. يعني كل محافظة بيبقى تتكون من مراكز أو أحياء أو قرى أو مدن. زي مثلا ما أجي أقولك أنت مركز إيه، المركز ده تابع للمحافظة بتاعتك. طب ممكن تعيش في قرية أو مدينة، يبقى القرية أو المدينة دي موجودة فين؟ موجودة داخل المحافظة. طب لكل محافظة لها حدود إدارية. يعني إيه حدود إدارية؟ حدود إدارية يعني خطوط بتفصل، حد بيفصل ما بين المحافظة دي والمحافظة دي، علشان المحافظة دي ما تدخلش على المحافظة التانية. كل محافظة لها مساحة معينة بيفصلها حدود إدارية، يعني فواصل بتفصل ما بين إيه؟ ما بين المحافظة دي والمحافظة دي. يبقى ما أجي أقول لك إيه تعريف المحافظة؟ هتقول إيه؟ مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء، ولكل محافظة لها حدود إدارية بتفصلها عن المحافظات المجاورة. طب احنا عرفنا ان عدد محافظات مصر 27 محافظة. طب لما يجي يقولك سؤال كده، بما تفسر تقسيم مصر إلى 27 محافظة، ليه احنا قسمنا مصر إلى 27 محافظة؟ بسبب اتساع مساحة مصر. احنا لسه قايلين دلوقتي ان مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. لو تخيل كده، لو مساحة مصر دي مساحتها قليلة قوي، هتنقسم الى 27 محافظة؟ لا، هتنقسم الى محافظات اقل. فعشان كده سبب اتساع مصر، انها مصر يعني مساحتها واسعة، دي ساعد على ان احنا عندنا 27 محافظة. يبقى ما يجي يقول لك بما تفسر يتم تقسيم مصر الى عدة محافظات، هتقولي بسبب اتساع مساحة مصر. طب أنا عايزة أعرف إيه أكبر محافظة في محافظات مصر؟ أكبر محافظة في محافظات مصر هي محافظة الوادي الجديد، وأصغر محافظة هي محافظة دمياط. طب إحنا دلوقتي هنقسم المحافظات إلى 3 أقسام. في عندك وجه بحري، وفي محافظات وجه قبلي، وفي محافظات الحدود. الوجه البحري اللي هي موجودة في الشمال. طب عددهم كام اللي موجودين في الشمال؟ عددهم 13 محافظة. طب ايه هم ال 13 محافظة دول؟ عندك القاهرة، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية. يبقى 13 محافظة اللي أنا قلت عليهم دلوقتي، دي موجودين في الوجه البحري، يعني موجودين في شمال مصر فوق. طب الوجه القبلي كم محافظة؟ الوجه القبلي 9 محافظات. يعني ايه وجه قبلي؟ يعني المحافظات اللي موجودة في جنوب مصر، عددهم 9: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان. ال9 محافظات دول وجه قبلي. فاضل عندك كم محافظة؟ 13 زائد 9 22. يبقى فاضل عندك 5 محافظات. الخمس محافظات دي بسموهم محافظات الحدود. لما يجي يقول لك يعني ايه محافظات الحدود، لها اسم تاني بقول عليها المحافظات الصحراوية، اللي هي بتشترك في حدودها مع دولة أخرى. طب ايه هما؟ شمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح. ال5 محافظات اللي أنا قلت عليهم دي بسميهم محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية. يعني المحافظة دي بتشترك في حدودها مع دولة تانية، فعشان كده بسميها محافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية. وهتلاحظ كمان ال5 محافظات اللي قلت عليهم موجودين كمان في الصحراء، عشان كده كمان قلت عليها ايه؟ المحافظات الصحراوية. في عندك محافظات موجودة في الصحراء الشرقية، وفي عندك محافظات موجودة في الصحراء الغربية، وفي عندك محافظات موجودة في شمال، في شبه جزيرة سيناء. يبقى المناطق الصحراوية في مصر 3: شبه جزيرة سيناء،
والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. يبقى محافظات مصر بتنقسم إلى 3 حاجات: وجه بحري عددهم 13 موجودين في شمال مصر، وجه قبلي عددهم 9 موجودين في جنوب مصر، محافظات الحدود 5 اللي احنا قلنا عليهم بنسميهم المحافظات الصحراوية. طب تعالوا كده معايا على الخريطة اللي قدامكم ونبدأ نوضح عليها المحافظات. هنبدأ أول حاجة بمحافظات اللي هي الوجه البحري. الوجه البحري اللي هي موجودة في شمال مصر، اللي هي موجودة على الخريطة قدامكم باللون الأخضر. يبقى اللون الأخضر اللي انتوا شايفينه على الخريطة دي كل المحافظات اللي موجودة في شمال مصر اللي هم عددهم 13، اللي هي القاهرة والسويس والإسماعيلية والقليوبية والمنوفية والشرقية، وعندك بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والإسكندرية. دي المحافظات الموجودة في شمال مصر اللي هي موجودة على الخريطة باللون الأخضر. طب اللي باللون الموف ده دي المحافظات اللي هي موجودة في جنوب مصر اللي هي بقول عليها محافظات الوجه القبلي اللي عددهم 9، اللي هي زي الفيوم والجيزة وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. دي بقول عليها المحافظات الوجه القبلي اللي موجودة في جنوب مصر. طب فاضل عندك المحافظات الحدود أو المحافظات الصحراوية، ونركز في الخريطة قوي على المحافظات الصحراوية دي. لازم نعرف أماكنها كويس قوي. لازم الأول تعرف الخريطة موقع القاهرة. طبعا موقع القاهرة اللي هي بتقع في النص، اللي هي النقطة الحمراء على الخريطة، اللي هي بتقع ما بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، نقطة التقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. طب المحافظات الصحراوية عددها 5 زي ما انا هوضحها دلوقتي اللي عليها دايرة صفرة دي. اول حاجه هندخل على شبه جزيره سيناء فوق اللي هي ما بين خليج العقبه وخليج السويس، فيها محافظتين اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء. يبقى دي المحافظات اللي موجوده في شبه جزيره سيناء، شمال سيناء وجنوب سيناء، لازم نعرفهم كويس قوي. دي اسمها محافظات حدود او صحراويه. طب في الصحراء الشرقيه عندك محافظه البحر الاحمر اللي هي تالت محافظة عندك، اللي هي في الصحراء الشرقية اللي هي جنب البحر الأحمر. جنبها محافظة اسمها محافظة البحر الأحمر الموجودة في الصحراء الشرقية. طب عندك في الصحراء الغربية محافظتين اللي هي محافظة مطروح ومحافظة الوادي الجديد. يبقى مطروح دي محافظات برضو من محافظات الحدود، والوادي الجديد برضو من محافظات الحدود. يبقى عندك محافظات الحدود عددها كام؟ عايزك تقول معايا. عددها 5. ايه هم ال5؟ 2 في شبه جزيرة سيناء اللي هي شمال سيناء وجنوب سيناء، وواحدة في الصحراء الشرقية اللي هي محافظة البحر الأحمر، واتنين في الصحراء الغربية اللي هي مطروح والوادي الجديد. طب احنا لسه قايلين دلوقتي ان أكبر محافظة في محافظات مصر اللي هي محافظة الوادي الجديد. طبعا الوادي الجديد اللي انا مشاور عليها دي اكبر محافظة اللي هي موجودة في الصحراء الغربية، دي اكبر محافظة في محافظات مصر. طب اصغر محافظة وهي محافظة دمياط فوق خالص. دمياط اللي انا مشاور عليها فوق هنا اللي هتلاقي مكتوب دمياط اصغر محافظات مصر مساحة. دمياط دي طبعا من محافظات الوجه البحري اللي موجودة في شمال في شمال مصر. يبقى انا كده وضحت المحافظات على خريطة مصر. لو تلاحظ ما بين كل محافظة ومحافظة هتلاقي في خطوط، في فاصل ما بين المحافظة دي والمحافظة دي، مش هتلاقي المحافظات كلها داخلة على بعض. الخطوط اللي مرسومة على الخريطة دي اسمها حدود إدارية. يبقى اما اجي اقول لك ايه الحدود اللي بتفصل ما بين المحافظات هتقول لي حدود إدارية، لأن عندك حدود تانية خالص اسمها حدود سياسية. ايه الفرق ما بين الحدود الإدارية والحدود السياسية؟ الحدود الإدارية هي الحدود اللي بتفصل ما بين محافظة ومحافظة، أما الحدود السياسية هي الحدود اللي بتفصل ما بين دولة ودولة. يعني لو قال لك حدود بتفصل ما بين دولة ودولة يبقى اسمها حدود سياسية. حدود بتفصل ما بين محافظة ومحافظة يبقى حدود إدارية. يبقى احنا كده وضحنا على خريطة مصر المحافظات. وطبعا انا شارحة خريطة اللي هي محافظات مصر في فيديو لوحده هسيبه لكم برضو في التعليقات خاص بخريطة مصر بالتفصيل. طب لما تيجي تذاكر كمان ما تذاكرش المحافظات كلها مع بعض، تبدأ تذاكر محافظات الوجه البحري الأول، بعد كده حفظتها وعرفتها على الخريطة تبدأ بعدها تذاكر الوجه القبلي، بعدها تذاكر محافظات الحدود، تقسمها كده على 3 حاجات. طب نيجي بقى نتكلم بعد كده عاصمة مصر. كلنا عارفين إن عاصمة مصر القاهرة. طب احنا عايزين نعرف
ليه تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر فترات طويلة؟ عاصمة مصر أصبحت عاصمة مصر لما جه واحد اسمه جوهر الصقلي وبنى لنا مدينة القاهرة. فمن ساعتها وهي مصر وهي عاصمتها القاهرة لحد دلوقتي، فعلشان كده فترات طويلة جدا واحنا عاصمة مصر اللي هي القاهرة. طب ايه السبب؟ بسبب موقعها المتميز، لان مصر طبعا موقعها متميز زي ما احنا قلنا على الخريطة، ان موقعها ما بين نقطة التقاء، هي نقطة ما بين محافظات الوجه البحري فوق والوجه القبلي، هي نقطة البداية، بداية المحافظات الوجه البحري، وتحت خالص بداية محافظات الوجه القبلي، هي في النص ما بين ده وده. يبقى تاني، يبقى ما اجي اقول لك بما تفسر تم اختيار القاهرة عاصمة لمصر فترات طويلة، هتقول لي بسبب موقعها المتميز لأنها نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي. طب أنا عايز أعرف عاصمة مصر هي القاهرة، طب القاهرة دي بتتميز يعني عن غيرها من المحافظات بإيه؟ إيه مميزاتها؟ يبقى ما يجي يقول لك بما تفسر تتميز عاصمة مصر عن باقي المحافظات، بتتميز بإيه؟ تتميز إنها فيها مراكز تجارية وصناعية، كمان فيها معظم الوزارات بتاعتنا كلها موجودة في القاهرة، كمان فيها معالم أثرية زي مسجد عمرو بن العاص الموجود في القاهرة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي والكنيسة المعلقة، كل ده معالم أثرية موجودة عندك في القاهرة. طب عندك كمان مركز للثقافة والفنون، فيها كمان مهرجانات زي مهرجان اللي احنا بنسمع عنه القاهرة السينمائي، عندك كمان فيها معارض زي معرض القاهرة الدولي للكتاب. كل الحاجات دي خلى عاصمة مصر مميزة عن باقي المحافظات. يبقى انا دلوقتي احنا عرفنا ان عاصمة مصر القاهرة. طب ليه القاهرة فضلت عاصمة مصر فترات طويلة؟ هتقولي بسبب موقعها المتميز لانها نقطة التقاء ما بين الوجه البحري والوجه القبلي. ايه اللي بتتميز بيه عاصمة مصر عن باقي المحافظات؟ انها فيها مراكز تجارية وصناعية، فيها الوزارات، فيها معالم اثرية زي مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الايوبي والكنيسة المعلقة، فيها مهرجانات زي مهرجان القاهرة السينمائي، وفيها معارض زي معرض القاهرة الدولي للكتاب. دي بالنسبة للجزء ده. يبقى انا شرحت ايه في اللي فات؟ نرجع كده نفكر بعض بالجزء اللي انا اخدته. اخدنا اول حاجة النهاردة اتكلمنا عنها اللي هي ايه؟ اللي هي الدرس بتاعنا بيتكلم عن محافظات مصر. عدد محافظات مصر كم محافظة؟ عايزاكم تقولوا معايا. عدد محافظات مصر 27 محافظة. طب عرفنا ايه اكبر المحافظات؟ اللي هي محافظة الوادي الجديد. طب ايه اصغر المحافظات؟ محافظة دمياط. طب عرفنا ليه مصر منقسمة الى عدة محافظات؟ هتقولي بسبب اتساع مساحة مصر. طب احنا قسمنا محافظات مصر الى 3 حاجات: محافظات الوجه البحري اللي هي موجودة في شمال مصر وعددها 13، محافظات الوجه القبلي الموجودة في الجنوب وعددها 9، محافظات الحدود اللي انا بسميها المحافظات الصحراوية وعددها 5. اخدنا بعد كده عرفنا عاصمة مصر اللي هي القاهرة. عرفنا ليه القاهرة فضلت عاصمة مصر فترات طويلة، بسبب انها موقعها المتميز ونقطة التقاء ما بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي. وعرفنا ايه اللي بيميز محافظة القاهرة عن باقي المحافظات. تمام. طب نكمل اخر جزء في الدرس بتاعنا النهاردة، وهي العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا كلنا بنسمع عن العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة الإدارية الجديدة ما يجي يقولك ليه الدولة أنشأت لنا عاصمة إدارية جديدة؟ احنا طبعا عارفين عاصمة مصر اللي هي القاهرة. الدولة عملت لنا عاصمة إدارية جديدة علشان تقلل الضغط السكاني وتكدس الخدمات بالعاصمة الحالية. يعني احنا عارفين كل حاجة ما بنيجي نعملها بنروح محافظة القاهرة، معظم الخدمات بتاعتنا موجودة هناك في محافظة القاهرة، معظم السكان بيهاجروا ويروحوا يعيشوا في محافظة القاهرة، فالقاهرة بقى فيها تكدس سكاني، فيها سكان كتير جدا وضغط على الخدمات اللي موجودة هناك. فالدولة عايزة تحل المشكلة دي، عملت عاصمة اسمها العاصمة الإدارية الجديدة. العاصمة ديت في منطقة صحراء وهي كده. العاصمة دي ما بين يعني ناحية مدينة السويس. فالعاصمة دي مهمة جدا لأنها قللت الضغط السكاني. بدأ السكان يلجأوا، بدل ما يعني السكان عايشين في القاهرة بدأوا يلجأوا للعاصمة دي، فبدأ يخفف الضغط على محافظة القاهرة. وعملوا فيها كمان برضو خدمات نفس الخدمات الموجودة
الموجودة في القاهرة هي الموجودة في العاصمة الإدارية، علشان السكان يلجأوا للخدمات دي، يلاقوا خدمات موجودة في العاصمة الإدارية زي اللي موجودة فين؟ في القاهرة. يبقى سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان على طول: بما تفسر قيام الدولة بإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة؟ هتقولي لتقليل الضغط السكاني وتكدس الخدمات بالعاصمة الحالية. ودي طبعا شكل الصورة اللي موجودة قدامكم دي شكل العاصمة الإدارية. طب اخر حاجه بقى، في نظام انا اخدته قبل كده فكره عنه في اول درس، وقلت لكم نظام اسمه الجي بي اس. الجي بي اس ده كان حاجه من اللي هي بتساعدنا في تحديد المواقع او الاماكن. فاكرين لما انا اخدت من ادوات تحديد المواقع قلنا الخريطة أو الصور؟ ممكن كمان حاجة تحدد لنا المواقع زي الجي بي اس. الجي بي اس ده نظام بيساعد على تحديد مواقع الأماكن والحصول على عنوان مكان محدد. انت عايز توصل لمكان معين، بيبقى عندك حاجة اسمها الجي بي اس دي مرتبط بإيه؟ بشبكة الإنترنت، موجود يعني كلنا على الموبايلات بتاعتنا لو انت عايز تروح المكان ده. فنظام بيحدد لي المواقع العالمي اللي هو اسمه الجي بي اس، بيساعد على تحديد مواقع الاماكن. طب النظام ده بيستخدم مجموعة من الصور ايه؟ فاكرين لما انا اخدت الصور الجوية والصور الفضائية؟ الجي بي اس بتعتمد على الصور الاقمار الصناعية. يبقى الجي بي اس ده مرتبط بالاقمار الصناعية. فعشان كده انا اخدت قبل كده ان الصور الفضائية اللي هي صور اللي هي بتلتقط طبعا عن طريق الاقمار الصناعية. يبقى نظام الجي بي اس دي نظام بيساعدنا في تحديد مواقع الاماكن عشان احصل على عنوان معين. تاني حاجة كمان ان الجي بي اس دي كمان بيساعد على او بيعمل من خلال مجموعة من صور الاقمار الصناعية. دي درسنا النهاردة، درس جميل جدا وسهل وبسيط. اتمنى النهاردة تكونوا فهمتم الدرس، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.